أول شي باحب أتوجه بالعزاء لكل شخص فقد حدا من عيلته أو قرايبه أو حتى جيرانه بالأزمة اللي صارت أو الهزة الأرضية اللي صارت. نحن بنعرف إنه فقدنا الآلاف من الناس، لكن للأسف كان فينا ننقذ حياة كتير ناس من هاي الناس اللي فقدت حياتها، ولهاي الدقيقة كمان في ناس عايشين لساتهم تحت هذا الردم فينا ننقذ حياتهم. لكن المرتزقة اللي مسيطرين على هاي المناطق خاصة اللي ضمن سوريا عم يمنعوا وصول المساعدات لهاي الأهالي بحجج وهمية وغير قابلة للقبول العقلي. مرة بيقول لك إنه والله الأشخاص اللي بدهم يفوتوا هاي المساعدات حاطين علم، ومرة بيقول لك احتمال هاي المساعدات اللي تفوت ما تكون مساعدات إنسانية، بالعكس فيها قنابل أو هيك، وحتى يرهبوا الناس ويخلقوا من الأزمة أزمة. وللأسف هذا الشيء مو صحيح. في حالة إنسانية وفي ناس عم تفقد حياتها يوميا وصاروا بالآلاف ولازم ننقذ حياتهم، وما في وقت للتفكير العميق أو إطالة الوقت في أخذ القرار. لسه المرتزق يلي قاعد عم يسيطر على المناطق السورية ضمن هاي المناطق اللي صارت فيها هاي الأزمة ناطر الإذن من تركيا لحتى تسمح له بدخول مساعدات إنسانية من جهة ثانية أو من الجهة المعارضة لهم لحتى ينقذوا أهاليهم السوريين في المناطق اللي متواجدة فيها هاي المرتزقة. منعهم وعرقلتهم لهاي الأمور الإنسانية هي اللي تسببت في مقتل الكثير من الناس اللي كان ممكن تعيش. ولحد الدقيقة مثل ما أنا عم قول في ناس قادرة إنها تعيش إذا فاتت هاي المساعدات وساعدوا هاي الناس وطلعوها من تحت هذا الردم. لكن في كل ثانية عم تمرق في ناس عم تفقد النفس تبعها وعم تفقد حياتها. لو ما ماتت هاي الناس من وراء الردم اللي صار عليها راح تموت بسبب الاختناق، عدم التنفس وعدم الشرب وعدم الأكل. فبالتالي كل ثانية عم تمرق هذا الوقت عم نفقد فيه حياة إنسان. الحالة هاي إنسانية، ما في داعي نحط المشاكل اللي بيناتنا أو النزاعات اللي بيناتنا أو الحروب اللي بيناتنا أو المشاكل السياسية حتى اللي بيناتنا نحطها على الواجهة ونخلي هذه المشاكل هاي تصير سبب بفقدان الكثير من الأرواح. نحن اليوم قادرين ننقذ حياة كثير ناس، فخلينا ننقذ حياة هاي الناس. هاي المرتزقة اللي متواجهة بمناطق اللي على أساس إنه هي المحررة، بتمنى من الأهالي بدل ما التريكسات هاي اللي عم ترفعوا فيها هاي الأحجار توجهوا فيها على هاي الحواجز تبع هاي المرتزقة وشيلوها من بكرة أبيها. افتحوا المجال لهاي المساعدات لتفوت وخلي هاي المساعدات توصل لأهلكم. هاي المرتزقة اللي متواجدين في مناطقكم وفارضين سيطرتهم على الشعب المتواجد هنيك هن مرتزقة أصلا مو سوريين، أغلبهم كانوا الدواعش سابقا، لموهم من حسالة الدول مع حول سوريا وزتوها في الداخل السوري وعملوا أزمة داخلية في الداخل السوري، وحاليا عم يتحججوا انه هن احرار وهن عندهم عداوه خاصه فقط مع الاكراد، ما عندهم اي عداوه مع النظام كمان. فخلوا المساعدات توصل لاهلكم، لانه هاي الاهالي هاي الابناء اللي تحت الردم هدول ابنائكم. برجع بوجه كلمتي للاهالي، توجهوا على هاي الحواجز اللي فيها هاي المرتزقه وهدوا الحواجز فوق رؤوسهم وافتحوا المعابر الانسانيه بيناتكم. خلوا الناس تفوت وتساعد بعضها. فيكم تنقذوا روح انسان، فليش لا تتسببوا في قتله؟ وللاسف نحن بنروح بنيجي بنقول هذا قدر، لا هذا مو قدر. في ناس نحن مثل ما قلنا قادرين ننقذهم والمساعدات قدامنا، بس لما نحن نرفض نفوت هاي المساعدات وننقذ هاي الاهالي فنحن عم نتسبب في مقتلهم، فهذا بيصير القتل العمد، ما بيصير قدر. القدر شيء والقتل العمد شيء. تركي ارواح ابنائها ما لها اهم من ارواح ابنائنا. نحن ما بدنا ننتظر التركي لحتى يوافق لكم او يعطيكم الضوء الازرق او الاحمر او الاخضر او اي لون بدكم اياه، لانكم انتم مرتزقه. تمام سلاح يوم. دم ابناء شعبكم اهم من راي التركي اذا بده يفوت او لا. هاي مساعدات انسانيه، حق على اهاليكم انه يستقبلوها وتفتحوا لهم الحواجز لحتى ياخذوا هاي المساعدات هاي. لسه اذا بدي اجي على الموضوع التركي مع هاي المرتزقه، هاي المرتزقه مجرد مرتزقه المال. مره بيقاتلك باذربيجان، مره بيقاتلك بالهند، مره بيقاتلك بليبيا، مره بيقاتلك بمدري وين. هدول الناس مرتزقه المال. وهلا وجودهم في سوريا وفي المناطق هاي كمان هي بس مشان المال. لو التركي قطع الرواتب عنهم راح تلاقوا هاي المرتزقه انقلبوا ضد تركيا. هدول مرتزقه مال، ما بيهمهم اهاليهم او دم ابنائهم او مين عم يموت ومين عم يعيش بهاي المناطق. هن عايشين على السرقه. حتى المساعدات، بعض المساعدات اللي وصلت للاهالي سرقوها. الاموال يلي عم تنرسل من اوروبا لهاي الاهالي، في اشخاص من هاي المرتزقه واقفين عاملين مثل حاجز قدام المكاتب المصرفيه، وكل واحد عم يفوت يستلم مصاري قدام الباب هاي المرتزقه، عم يفوتوا قدامه عم يشلحوا هاي المصاري نصها او ثلاث ارباعها او احيانا كل المصاري.
فحتى المساعدات الانسانيه ما عم يخلوها توصل، حتى عن طريق المال، اذا عم ترسل مال كمان ما عم يخلوا هاي المال كمان توصل للايادي، عم ينهبوها وعم يسرقوها وعم يشلحوا الناس لهاي المصاري المساعدات كمان. فهاي مرتزقه مال. هدول هن اللي رخصوا الدم السوري. حتى الخيم يلي تركيا بنتها على ظهر السوريين من التبرعات اللي تبرعتها بالامم المتحده لهم، شلحوهم اياها وحطوا اهاليهم فيها وقلعوهم لبرات هاي الخيم. كمان كان في مجموعه كونتينر عاملينه على اساس انه هاي بيوت راح تكون للسوريين وهاي المناطق الامنه، ورح ننقل السوريين يلي جوا تركيا لجوات هاي الكامبات هاي يلي عاملينها مثل الكامب. وكانت هاي على المنطقه الحدوديه ما بين سوريا وتركيا. لكن اليوم حتى هاي البيوت اللي كانوا عاملينها للسوريين كان فيها بعض السوريين عم يقلعوها منه ويحطوا الاتراك بدالها. حتى انه كان بوقت ما بنوا هاي الكونتينر اللي عم بحكي عنه كان عم يرفض السوري انه يفوت بهاي الكونتينر، وكانوا حاطين حواليها حراسه وكانوا يفوتوا السوري بالزور على هاي الكونتينرات. لكن السوري اقتنع انه يقعد بهاي الكامب وما عمل اي اشكال وضلوا فيها. وبعد مرور سنتين من هذا الكامب اليوم عم يقلعوا السوري من جوات هذا الكامب لحتى يحطوا التركي بداله. يعني يضل السوري بالشارع عادي، لكن التركي ما يضل بالشارع. اهم شيء الدم التركي. واصلا هاي الخيم والبيوت اللي عم بحكي لكم عنها على انه كامبات كانت اخذين حقها سلفا من الامم المتحده على ظهر السوريين، وبنوها على ظهر السوريين ومن مصاري السوريين يلي الناس بعثتها من المساعدات والى اخره. بالتالي تركيا ما دفعت شيء بهاي البيوت. هاي البيوت من حق السوريين كانت، وهاي الخيم كانت من حق السوريين. لكن اليوم دم السوري رخيص، يعني حتى من هاي الخيم قلعوهم. يعني انسانيا ما بعرف شو بدي اقول لكم، يعني انتم لسه عم تربطوا الراي التركي بالموضوع الانساني اللي عم يصير عندنا بسوريا. اذا بدكم تفوتوا المساعدات لاهلكم وابنائكم يلي تحت ردم او لا، واذا بدها تقبل او لا، ولسه ناطرين رايها. مختصر عم يغلي دماء ابنائه ويرخص دمائك. فانت ليش عم تقبل انه تكون انسان مرتزق تحت الطلب التركي؟ كون انسان، افتح المجال والمعابر لهاي الناس لحتى تفوت وتساعد انسانيا هاي الناس اللي تحت الردم. ما عندنا الوقت. نحن بنحتاج هلا انه تفوت المساعدات الانسانيه لهاي الناس وتساعدها وتطلعها من تحت هذا الردم وتنقص اكبر كميه من الناس يلي هلا محتاجه هاي المساعده. يعني في حكي كثير نحكي، بس صراحه الوقت مو كافي او مو وقت الحكي. بتمنى من كل اهالينا السوريين يتوجهوا على الحواجز يلي متواجده فيها هاي المرتزقه ويفتحوا المجال الانساني او المعابر الانسانيه، ولا تستنوا الراي التركي، لانه التركي اصلا عم يبيح دمكم، ما له مهتم بالدم السوري وما عم يحسبكم كبشر. لو كان حاسبكم كبشر كان فتح المعابر الانسانيه، وبدل ما يفوت الجثث كان فوت الالات لحتى يساعد هاي الناس اللي تحت الردم واللي لساتها عايشه. لما تكون الآلات واقفة على الحواجز طوابر وما عم يسمحوا لها تفوت، معناته هو عم يقول لك انه موت انت، ما بيهمنا، يعني اذا تموت او تعيش ما بيهمنا. اهم شيء نحن هلا مو فاضيين لكم. انتم لما عم تراسلون كمان وناطرين منهم الرد، هدول اصلا مو مهتمين فيكم، هدول تاركينكم لفضاوتهم. لما يكونوا فاضيين ما عندهم اي شيء او ما عندهم اي مشاكل، ساعتها بيقول لكم ايه او لا، وبالتالي راح يرفضوا. لانه اصلا اذا مات هذا الشخص تحت الردم او لا هذا ما بيهمه. بقول لك انه السوري اصلا واجه القتل والحرب والدمار والقذف والى اخره، فما بيهم اذا مات كم سوري ثاني بالنسبه له. بس بالنسبه لنا كسوريين هذا الشيء معيب علينا، انه نحن نستنى الراي الدول الثانيه لحتى نفوت المساعدات الانسانيه لاهلنا. افتحوا بقى. ما بدي اطول اكثر من هيك. سلام.